السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة في الجو البرد ده بقى لازم نعمل حاجة تدفينا. هنعمل بليلة. البليلة لازم تبدأي فيها من بالليل، من الليلة اللي قبلها. بنجيبنا البليلة اللي هي الغلة وغسلناها كويس ونحطها في مية كده زي ما احنا شايفين، وهنعلق عليها على البوتاجاز ونستنى نديها كده شوية غلوات حلوة، 3 4 غلوات كده. وهي بتغلي كده وبتستوي مع نفسها. هنا هي الغلة هي بعد تقريبا ربع ساعة. آه، هي ما بتفتحش دلوقتي. هي لازم تنقعيها في المية دي بعد ما تغليها مرتين 3. وانا بغلي اللبن في نفس الوقت عشان اجهزه لتاني يوم. هنا خلاص الغلة عملناها وبقينا الصبح الحمد لله. وشايفين فتحت اهي. هي بتشرب ميتها. اوعوا ترموا المية بتاعتها لانها مفيدة جدا. الغلة معروفة فيها بروتين، وفيها اللي هي البليلة بصفة عامة فيها بروتين وفيها بوتاسيوم، فيها فوائد كتيرة قوي لولادنا. فلما نشربهم طبق صغير كده حلو منها قبل ما يروحوا المدرسة هيفيدهم كتير. الغلة هي خلاص فتحت. بنحطها بقى في الحليب على البوتاجاز. ونسيبه لما ياخد ويدي كده مع نفسه الحليب يفور. هنا الحلة اتملت، فعينت بقية الغلة اللي فاضت عينيها في التلاجة، مش هيجرى لها أي حاجة. هنا بنقلب بقى كده كويس لغاية ما الحليب بتاعنا يفور. انتي حابة تعمليها كده بس وما تحطيش السكر كله. براحتك، وتحطي على كل طبق زي ما انت عايزة، تحطي عسل براحتك خالص. انا هنا بحب احط السكر بتاعي واخليها مسكرة كلها، وبحبها تفضل بالسكر بتاعها. هنا بدوق السكر بتاعها حلو ولا محتاجة سكر تاني. انتي بتحطي السكر بالمقدار اللي انتي عايزاه لغاية ما توصلي للطعم اللي انتي بتحبيه. هنفضل نقلب كده في الغلة كل شوية لغاية ما الحليب يفور، ونغطيها ونسيبها ياخد ويدي مع نفسه كده وهو سخن لغاية ما اصحي الولاد واكلهم البليلة. هنا بنحط معاها زي الرز بلبن كده شوية فانيليا. لما تيجي اهو الفانيليا هوريها لكم دلوقتي. هي اللي هي عامله زي السكر دي، حبيبات السكر البيضة. حابه تحطي الفانيليا السائله دي حطي براحتك، اي نوع فانيليا مش هتفرق. هنا الحليب بادئ عشان يفور. هو الحليب مش هيفور بما اننا حطينا سكر وحطينا حاجات تانية. الغلة بتاعتنا هيغلي، بس هيعمل بقليل كده اهو بادئ اهي. هياخد له غلوتين كده لغاية ما يفور من كل ناحية او يغلي من كل ناحية اهو زي ما احنا شايفين كده. هنطفي البوتاجاز ونغطي الحلة ونسيبها وصحي الولاد بقى عشان يروحوا المدرسة. خلاص كده اهو. هنغطيها، طفينا البوتاجاز، الغطا ده صغير. هنجيب الغطا الحلة المظبوط ونغطيها ونركنها. البليلة ممكن تضيفي لها بقى اضافات زي ما انت عايزة تحطي لها. هنا خلاص اهو هنغرف. تحطي لها سوداني، تحطي لها اي نوع مكسرات عندك. تحطي لها قرفة، بتبقى حلوة قوي بالقرفة، ولادي بيحبوها. لازم يضيفوا لها القرفة، بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن كمان تحطي كريم شانتيه زي ما احنا هنحط دلوقتي. كان عندي وضربته وجهزته برضو من بالليل وحطيته في التلاجة لانه هيتحط في البليلة وهي سخنة.
بيسيح بقى كده مع نفسه وبيدي قوام للحليب حلو قوي. هنا اهو بنحط سوداني، وبجيب الكريم شانتيه من التلاجة اهو. حطي معلقة هنا كده ومعلقة هنا، ادى طعم، غير طعم البليلة خالص، خلاها طعمها حاجة تانية مع شوية القرفة والسوداني كمان على وش الكريم شانتيه. شايفين اهو الكريم شانتيه ساح من سخونية اللبن بتاعنا. بيعمل قوام تاني خالص مختلف، بيتقل الحليب كده شوية وبيديله طعم حلو قوي. جربيها وجربي عمايلها، واعمليها لولادك يتغذوا بيها، لان هي اكلة مغذية جدا. تقويهم كده الصبح وتدفيهم قبل ما ينزلوا يروحوا المدرسة في جو البرد بتاعنا ده. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.